واخيرا ريلمي نزلت سلسله ال 16 بتاعتها الجديده، وهما ال 16 برو بلس وال 16 برو. ال 16 برو من الفئه المتوسطه، اما ال 16 برو بلس من الفئه المتوسطه العليا. الموبايلات دي بتتميز جدا بالكاميرات بتاعتها. ال 16 برو بلس جايب كاميرا بدقه 200 ميجا بيكسل، خصوصا ان الكاميرا دي فيها تقنيه اسمها لوما كولر. لو صورت بالليل والاضاءه بتاعت الانوار بتاعت بالليل ضربه في الكاميرا هنا بتشتغل بطريقه مختلفه، بحيث ان الهايلايت او النور القوي قوي اللي طالع من الانوار اللي انت بتصورها بالليل ما ياثرش على جوده الصوره. زي ما انتم شايفين الموبايل ده من افضل الموبايلات اللي شفتها في التصوير الليلي وكمان بالنهار. عندك هنا حاجه زي الدايناميك رينج خرافي جدا، الالوان بتاعت الصوره حلوه جدا، التفاصيل اللي بتطلع من الصوره. فالموبايل ده مميز قوي قوي في حته الكاميرا دي. عندنا كاميرا تانية 50 ميجا بكسل، دي بيريسكوب او تيليفوتو، كاميرا زوم بتقرب لغايه 3.5 اكس، وفيها او اس او تثبيت بصري. الموبايل ده بيزوم لغايه 120 اكس، طبعا هتفقد تفاصيل، ولكن انا شفته لغايه ال 15 20 اكس، تفاصيل بتبقى حلوه جدا جدا زي ما انتم شايفين. طبعا اكيد الكاميرا 3.5 اكس بتطلع تفاصيل ممتازه جدا، فالموبايل ده مميز جدا برضو في موضوع الزوم او كاميرا الزوم. واللي عجبني جدا في كاميرا الموبايل ده ان انت مهما تقرب لغايه مثلا 10 اكس الصوره مش بتفقد الالوان بتاعتها، مش بتحس ان دي الكاميرا الثانيه اقل من الكاميرا الرئيسيه تنقل عليها. بمعنى ان انا لو على ال1 اكس وجيت على طول لل 3.5 اكس اللي هي كاميرا التليفوتو هلاقي نفس الالوان وهلاقي نفس التفاصيل، مش هحس تقريبا ان انا نقلت بين كاميرتين تماما. كمان عندنا كاميرا الترا وايد 8 ميجا بيكسل، طبعا لو نقلت على الالترا وايد دي هتحس بفرق في التفاصيل، ولكن برضه هتاخد نفس الالوان تقريبا. الموبايل ده بيصور فيديو بدقه 4K 60 فريم في الثانيه، والفيديو اللي هنا خرافي، التفاصيل بتاعته حلوه جدا، صور فيديو HDR خرافي، الاو اس هنا شغال بشكل ممتاز جدا. ففي النهايه كاميرات الموبايل ده تتقارن بجد مع موبايلات فلاج شيب. الصور والفيديوهات اللي انت بتاخدها من الموبايل ده نمره واحد. نفس الكلام هنا في الكاميرا الاماميه، عندنا كاميرا اماميه بدقه 50 ميجا بكسل برضه بتديك صور كويسه قوي، وكمان الكاميرا الاماميه بتصور فيديو بدقه 4K 60 فريم في الثانيه. طيب ده البرو بلس. هل لو معكش فلوس تجيبه وجبت البرو هل الكاميرات بتاعته هتبقى اسوأ؟ طبعا مش هتبقى زي برو بلس في موضوع الالوان الصوره واللوما كولر والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده، ولكن ما زالت كاميرا خرافيه جدا. 16 برو هنا جايب كاميرا بدقه 200 ميجا بكسل برضو، طبعا مش هنلاقي كاميرا الزوم 3.5 اكس، ولكن الموبايل ده برضو بيطلع صور خرافيه، التفاصيل اللي بتظهر في الصوره حاجه كويسه جدا جدا. وكمان الموبايل ده بيصور بورتريه بشكل رائع، تلاقي هنا ممكن تصور بورتريه 1 اكس او 1.5 اكس او 2 اكس 3.5 اكس لغايه 4 اكس بورتريه عشان يديك العمق او الدبس اللي انت عايزه في الصوره. وعندنا كاميرا 8 ميجا بكسل الالترا وايد، نفس الكاميرا اللي موجوده في اخوك الكبير. ال 16 برو برضو بيصور فيديو بدقه 4K، ولكن هنا 30 فريم في الثانيه مع او اس او تثبيت بصري كويس جدا جدا في الفيديو. برضو هتاخد من الموبايل ده صور وفيديوهات ممتازه جدا جدا على سعره. وكمان الكاميرا الاماميه نفس الكاميرا الاماميه في اخوك الكبير ال 50 ميجا بكسل، وبتصور فيديو بدقه 4K 30 فريم في الثانيه نفس الكاميرات اللي ورا. فمش معنى ان البرو ارخص من البرو بلس ان هم حطوا فيه كاميرات اي كلام ولا بتاع، لا، برضو الكاميرات اللي في الموبايل ده خرافيه جدا ويعتمد عليها جدا. في عندك حاجات حلوه قوي قوي بالذكاء الاصطناعي بقى في الكاميرات عموما. عندك حاجه اسمها لايت مي، وده بيغير الاضاءه بعد ما بتتصور. يعني انت اتصورت في اضاءه وحشه ممكن تديله الصوره وتقول له يظبط لك الاضاءه بتاعتها زي ما انت عايز. عندك خاصيه اسمها اي اي ستايل مي، لو انت مش لابس حلو او لابس لبس مش مهندم او حاجه ممكن تغير لبسك، يعمل لك ستايل جديد بشعرك لبسك، يغير ستايلك بشكل عام. وعندنا كمان الحاجات بتاعت السنه اللي فاتت اللي هي الايديت جيني، زي ان انت ممكن تعمل بقى تمسح الحاجات اللي انت مش عايزها من الصوره وتعمل لها اب سكيلينج او سوبر ريزوليوشن. وعندك حاجات حلوه قوي بالاي اي زي ان هو ممكن يظبط الكادر بتاعك او يقول لك خد الكادر بالشكل الفلاني بالاي اي. وكمان لاول مره من ريلمي عندك الفلاش الباي كولر دول تون، اللي انت ممكن تتحكم في لون الفلاش اذا كان وورم او كول زي ما انت عايز، وتتحكم كمان في البرايتنس عشان تطلع افضل صوره انت عايزها. والموبايلات دي مش بس كاميرات، فمثلا عندنا الشاشات الرهيبه بتاعت الموبايلات دي. البرو هنا جايب شاشه فلات من نوع اموليد 6.8 بوصه، 1 بليون لون بتردد 144 هرتز. نفس الشاشه بالظبط هتلاقيها في اخوك كبير، ولكن هنا مش فلات. الشاشه هنا بتاعت البرو بلس جت كواد كيرفد او
منحنيه من الاربع اطراف. لو بصيت هنا هتلاقي منحنيه من على اليمين وعلى الشمال ومن فوق ومن تحت عشان تديله هيبه الفلاج شيب كده. ولكن 6.8 بوصه، 144 هرتز، اموليد، 1 بليون لون. البيك برايتنس او عرض سطوع الشاشه بيوصل لغايه 6500 نت برضه. فشاشات الموبايلات دي حلوه جدا جدا. كمان في فرق هنا في المعالج. ال 16 برو بلس بيجي ببروسيسور من سناب دراجون 7 جن 4 مع رامات بسعه 12 جيجا وذاكره داخليه 256 جيجا من نوع يو اف اس 3.1. اما ال 16 برو بيجي بالدايمنسيتي 7300 ماكس مع 12 جيجا رام و256 جيجا برضه ذاكره داخليه، والذاكره الداخليه من نوع يو اف اس 3.1 برضه. اداء الموبايلات دي على الورق البرو بلس اقوى. يعني لما تيجي تبص على السكور بتاعهم على انتوتو بنش مارك هتلاقي البرو بلس تقريبا جايب 1,500,000 نقطه والبرو جايب 1,000,000 نقطه. ولكن الاداء الفعلي للاجهزه مش هتحس بفرق. انا ما حسيتش بفرق خالص في البرامج العاديه، الفيسبوك، الواتساب، الماسنجر، الكلام ده كله مفيش اي حاجه. انستجرام، موبايلات طياره، موبايلات ادائها حلو جدا جدا بدون اي مشاكل خالص، ما بتسقطش فريمات، ما بتعملش اي حاجه. حتى في الالعاب الموبايلين هنا بيلعبوا العاب زي ببجي وفري فاير على 90 فريم في الثانيه ثابتين. فالموبايلين هنا ادائهم كويس جدا جدا. يمكن يبان الاداء مع حاجات معينه انا ما جربتهاش او انا مش قادر اشوفها، ولكن اللي انا قادر اشوفه ان الموبايلين جايين باداء حلو جدا جدا في المهام العاديه وفي الالعاب كمان. الموبايلين جايين باحدث اصدار لواجهه ريلمي اللي هي ريلمي يو اي 7. الواجهه هنا ما اختلفتش قوي عن اللي فات الا الديزاين اليمنتس او عناصر التصميم اللي هي الشفافه. بقى عندنا عناصر كتير قوي شفافه. شكل الايقونات اتغير بقى احلى الصراحه من وجهه نظري. الديزاين نفسه بقى احلى، وكستمايزيشن او تظبيط شكل الواجهه بقى اكتر بكتير قوي من زمان اللي هو اصلا اوريدي كان كتير. متخيلين كميه الحاجات اللي انت هتقعد تلعب فيها وتغير شكل الواجهه بالكامل في الموبايلات دي؟ خطير جدا جدا. واللي انا ملاحظه ان الواجهات بقت اسلس بشكل كبير قوي، سلسه قوي، ما فيهاش اي تقطيع خالص. وانا بستخدم الجهاز حتى في البرو اللي جايب الدايمنسيتي 7300 ماكس ما بيقطعش، ما بيسقطش فريمات، ما لقيتش فيه اي مشاكل خالص في اداء الموبايل ده. وده غالبا راجع للسوفت وير برضو او واجهه المستخدم بتاعت ريلمي الخرافيه جدا جدا. الموبايلين هنا مضادين للميه والغبار بشهاده اي بي 69 برو. دي اعلى شهاده ضد الميه والغبار. يعني ممكن تنزل بالموبايل ده تحت الميه بدون اي مشاكل، ودي حاجه كويسه قوي. ما استخسروش ان هم يحطوا الشهاده دي في البرو. كمان الموبايلين هنا جايين ببطاريه بسعه 7000 ملي امبير، بطاريه عملاقه جدا. خصوصا الموبايلات رفيعه، انت لو بصيتوا كده من الجنب هتلاقي الموبايلات رفيعه جدا، ومع ذلك حاطين فيها بطاريه عملاقه 7000 ملي امبير. بطاريه هتكمل معاك يوم ونص ويومين كمان على حسب استخدامك. والموبايلين كمان جايين بشاحن سريع 80 واط، الموبايلين البرو بلس والبرو. فما عندكش اي مشكله خالص في موضوع الطاقه ده، ان انت تستهلك بطاريه حتى لو استهلكتها عندك شاحن 80 واط. كمان التصميم بتاع الاجهزه السنه دي عاجبني جدا جدا الصراحه. تصميم مختلف، ما بيحاولوش يقلدوا حد، ما بيحاولوش يقلدوا ايفون مثلا، ما بيحاولوش يقلدوا اي موبايل. هو تصميم مميز جدا بحته الكاميرات المربعه وديزاين الكاميرات في النص. في الموبايلين نفس الفكره. طبعا انا بالنسبه لي البرو بلس فيه كيرفات كده من الظهر عشان تقابل الكيرفات بتاعه الشاشه، والفريم نفسه واخد كيرف وتحس انه ارفع شويه. البرو بلس الظهر بتاعه بيجي من الجلد الصناعي، ملمسه حلو جدا جدا. اللون اللي معايا لون رملي حلو قوي قوي. حته الكاميرات كروم مع ريلمي كروم مع الفريم الكروم اللي تحسه مدي على ذهبي شويه. حرام ان واحد يركب له جراب. موبايل شيك قوي قوي على الحقيقه. اما البرو العادي هو الديزاين المينيمال، الفريم فلات والظهر فلات، شكل مينيمال جدا ما فيهوش اي تصميم من ورا. في ناس كتير قوي بتحب الديزاين المينيمال ده، وهو ديزاين شيك، تحس ان هو موبايل غالي. اي نعم كنت اتمنى ان هم يظبطوا الماتيريال شويه، يعني الظهر من البلاستيك والفريم من البلاستيك، يعني ما حبيتش الملمس بتاعه قوي. اللي عاجبني جدا وعاجبني خاماته ومسكته هو البرو بلس، وطبعا ده الموبايل الاغلى. الموبايلات هنا فيها سماعات ستيريو صوتها خرافي جدا، صوتها عالي جدا، وفي بيس كويس قوي بالنسبه للموبايل. سماعات اللي هنا صوتها حلو قوي. الموبايلين فيهم اي ار عشان تستخدمهم كريموت كنترول للمروحه، للتكييف، للتلفزيون، لاي جهاز كهربائي بيستخدم ريموت كنترول. دي حركه انا بحبها جدا برضو. ولكن من الحاجات اللي ما عجبتنيش قوي ان الموبايلين مش بيدعموا الاي سم، ودي حاجه غريبه في 2026. المفروض الموبايلات كلها خلاص تدعم الاي سم. الموبايلين دول مش بيدعموا الاي سم لسه. تركب فيهم شريحتين فيزيكال عادي. الموبايلين هنا ما فيهمش منفذ 3.5 مللي. هي مش بتهمني قوي الصراحه، ولكن بتهم ناس، بشوف ناس بتسال عليها. وللي بيسال الموبايلين اكيد فيهم NFC. في النهايه موبايلات فئه متوسطه حلوه جدا جدا، لازم تبص عليها وانت بتختار. اختيارات حلوه جدا خصوصا في الكاميرا. كاميرات
الموبايل دي واحده من افضل الكاميرات اللي هتلاقيهم في الفئات السعريه بتاعتهم. بطاريات العملاقه، الاداء كويس جدا، الموبايلات فيهم كل الامكانيات ما عدا الحاجات اللي انا قلتها. برضو نسيت الحاجات اللي ضايقتني شويه في البرو بلس، ان هو ما فيهوش هابتك فيدباك اللي هو بيديك نقرات ونبضات لما بتتفاعل مع السوفت وير او لما بتكتب على الكيبورد. الموضوع ده بيضايقني جدا لما ما بلاقوش في اي موبايل، وبيفرحني جدا لما بلاقيه في موبايلات الصراحه يعني. فالموبايل ده حبيت اقول ان هو ما فيهوش هابتك فيدباك. ده الفئه السعريه بتاعته ما بيبقاش فيها هابتك فيدباك معروف يعني، ولكن ده كان نفسي يبقى فيها هابتك فيدباك. غير كده البطاريه العملاقه زي ما قلنا 7000 ملي امبير، الشحن السريع في الموبايلين 80 واط، الشاشات الخرافيه ال 1 بليون لون 144 هرتز، اداء الموبايلات دي حلو جدا. اي بي 69 برو. بس كده في النهايه ده رايي، قول لي انت رايك تحت في الكومنتات، والاهم ان انت ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.